السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبابي وأصحابي في كل مكان. معكم أحمد الشاذلي من قناة المداح. يا رب تكونوا بخير. قصتنا النهاردة وكالعادة حقيقية، والمرة دي من العراق. وقبل ما نبتدي قصتنا النهاردة اللي بعنوان لعنة الجن العاشق، أحب أفكركم بالاشتراك في القناة واللايك التمام، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. عايز المرة دي بجد دعم، مش هتخسروا حاجة. دوسوا اللايك التمام عشان اخوكم احمد، نوع من انواع الدعم. يلا نبتدي قصتنا بقى النهارده وما نطولش عليكم اكتر من كده. قصتنا النهارده احداثها بتدور في العراق. بطلة قصتنا النهارده بتقول: اللي حصل معايا حصل من زمن بعيد. كنت وقتها عندي 17 سنة. كنت بنت متدينة، أصلي وأصوم وأقيم الليل. وفي يوم من الأيام من اللي كنت بقيم فيهم الليل، سمعت حد بيعيط قوي، وانا كنت في التوقيت ده بقرأ القرآن الكريم في جوف الليل. في اول يوم كنت مش عارفة مين بيبكي فما اهتمتش، لكن الغريب في الموضوع هو استمرار الموضوع على الحال ده. لما اجي اقرأ القرآن كل يوم اسمع صوت بكاء، والصوت بيكون جاي من بين الجدران. وفي يوم حلمت حلم غريب قوي، اسمع صوت غريب بيكلمني وهو بيعيط بحرقة، بيحلفني بالله أفك أسره لأنه مدفون في زاوية من زوايا البيت. فضل الصوت يترجاني كتير عشان أحرره. في البداية ما اهتمتش وقلت ده مجرد كابوس وهينتهي، ما فكرتش كتير وقلت ده حلم وراح لحاله. لكن استمرار الصوت إنه يتواصل معايا كام يوم وتوسل ليا، وكل ده برضه في الحلم. وجيت في آخر مرة وسألته بفضول: انت مدفون فين ومكانك فين بالظبط؟ فشاور على مكان في زاوية من زوايا البيت البعيدة وكانت ضلمة. وكمل كلامه وقال: أنا كنت شغال مع ساحرة في أمور السحر، كانت بتأمرني بعمل حاجات كتير لسحر الناس، ولكن في يوم من الأيام سجنتني ومشيت عقابا لي عشان ما نفذتش أمر من أوامرها. أرجوك خلصيني. قلت له بتوتر وخوف: ازاي افك سحر؟ انا مش فاهمة. وقتها علمني بعض الايات القرآنية لكن مش فاكراها ايه هي، لاني كنت صغيرة وقتها، كان عندي 17 سنة وانا دلوقتي عندي 52 سنة. عدت سنين طويلة على الموضوع ده. تكمل وبتقول: وقتها حسيت بالخوف فقلت لأمي اللي حصل. قالت لي قولي له انه يسيبني في حالي بسلام، استحلفك بالله العظيم، فمش جزاء المعروف الشر. فراحت فعلا وعملت زي ما طلبت مني امي، لكن ما سابنيش وفضل يجيني في الاحلام على طول. وكل ما نمت كان يقول لي انه بقى بيحبني ويعشقني ومش هيسيبني. وكان دايما بيحط ايده عليا وكنت بحس بيها، لحد ما في يوم لقيته بيطلب مني الجواز. رديت عليه بتوتر: هو ده جزاء مساعدتي ليك؟ ازاي عايزني اتجوز جني وانا انسية من البشر؟ كنت وقتها بنت جميلة جدا وعندي شعر بيوصل لنص ظهري، ده غير عيني العسلية. ما سابنيش في حالي وفضل يضايق فيا وانا نايمة كتير. كنت بحس بيه وهو نايم جنبي على السرير، كنت بحس بيه وهو ماسك شعري. عدى الوقت وبقيت عندي 20 سنة وبدأ الخطاب يخبطوا على بابي، ولكن للأسف ما كانش فيه خطبة بتكمل من غير سبب مقنع. وبقيت أكره أمي قوي لدرجة إني عايزاها تموت، لأنها كانت بتقرأ لي القرآن الكريم دايما. لحد ما في يوم جه صاحب أخويا وهو شيخ روحاني واتكلم مع الجن وأخد العهد عليه إنه ما يقرب ليش تاني ويسيبني في حالي ويخرج من جسمي وما يرجع ليش تاني. فعلا الحمد لله ارتحت فترة من الزمن، مش هنكر، وما عادش الجن بيضايقني. وأخيرا اتجوزت بعد عناء، ولكن للأسف ما دامتش الفرحة فترة طويلة وبدأت رحلة العذاب مرة تانية، لكن المرة دي كانت أشد من المرة الأولى. اتجوزت عن حب. من أول ليلة في الجواز ما حسيتش بالانسجام مع جوزي، كنت حاساه إنه أخويا الكبير، ولما كان يقرب مني
كنت بعيط بشدة. حاولت انتحر اكتر من مرة واهرب من جوزي، لكن كان متمسك بيا ومستحمل ظروفي، ولان احنا كنا متجوزين عن حب. كنت بشوف الجن واسمع صوته وهو بيقول لي انا جوزك بس ومحدش هياخدك مني. وقتها كنت عندي طفلين من جوزي، لكن كنت بشوف طفل تالت. كنت عارفة ان الطفل التالت ده من الجني، لكن ما كنتش عارفة انا خلفته ازاي وامتى. وكل ما كنا نحاول نخرج نتفسح يخرج اولادي الاتنين، واقول له في ولد تالت لسه ما خرجش، لحد ما اطمن ان ابن الجني خرج معانا، وبعدها اقفل الباب وامشي. كنت بعاني، وكمان كل اللي حواليا كمان كانوا بيعانوا معايا. فبدأت رحلة العلاج الصعب، ويا ريتها ما بدأت. فلجأت ساعتها للسحرة والمشعوذين عشان يخلصوني منه. وكان الجني بيأذيني بشدة وعايز يفرق بيني وبين جوزي. وبعد ما عانيت من أنواع العلاجات والأمراض الغريبة اللي أصابتني، لحد ما وشي وحش وأسود بالرغم من إني كنت جميلة جدا، لحد ما خفيت بأمر الله على إيد واحد من الروحانيين، لكن كان تمن غالي. ودلوقتي أنا بقيت كويسة، حتى ابن الجني أنا ما عدتش بشوفه، وأحس إن ليا طفل تالت. أنا حكيت لكم قصتي عشان مفيش حد يثق بجني أو يعمل معروف ليه. الجن مخادعون جدا، فبلاش حد يثق فيهم. دينا وصلنا يا حبايبي وأصحابي لنهاية قصتنا النهاردة، اللي أتمنى إنها تكون عجبتكم. وأتمنى إن الرسالة الأخرانية اللي في نهاية القصة دي ياريت تركزوا فيها وتعملوا بيها كويس. بلاش الثقة الزايدة في إن ممكن طريق الجن، طريق السحر، أو طريق المعروف أو الثقة في العالم الآخر ده هيفيدنا كتير. بلاش. يا رب تكونوا استمتعتوا بقصتنا النهاردة، وأتمنى زي كل مرة منكم الدعم، اشتراك في القناة، اللايك. سي الحلقة دي تاخد لايكات كتير. القصة حقيقية وقصة جميلة وفيها عظة وعبرة. تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كان معكم أخوكم أحمد الشاذلي من قناة المداح. أشوفكم على ألف خير في قصة جديدة وحقيقية برضه كالعادة. سلام.